النهارده هواجه النانو بنانا موديل بتاع جيميناي برو ب7 تاسكات صعبين جدا ونشوف هيعمل فيهم ازاي. فاهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنحط الموديل بتاع الايمج جنريشن بتاع جوجل اللي هو جوجل نانو بنانا تحت الاختبار. هنديله 7 تاسكات صعبين جدا ونشوف هيعمل فيهم ايه، وهنقيم كل تاسك من 10 في الاخر خد فيه كام. التاسكات اللي هياخدها هتكون اول حاجه ان هو يقيم السي في، يكتب حروف بلغات مختلفه، يعمل داتا للكمبيوتر فيجن بروجكتس، يعمل دايجرامز للتيتشرز والناس اللي بيدرسوا، يشيل النويز من الايمجز واي ايمج فيها ديستورشن يعالجه، يشيل الباك جراوند بتاع اي صوره ويعزل الشخص، واخر حاجه ان هو يعمل ثامبنيل للفيديو ده. هتلاقوا الحلقه متقسمه تحت، بس اول حاجه يا ريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس وكل الكلام ده علشان ده بيدعمني جدا، وتشير الفيديو مع اصحابك لو عجبك. وعلى طول نبدا. هتلاقوا الحلقه متقسمه تحت في الديسكربشن. اول حاجه معانا طبعا ده الانترفيس بتاع جوجل جيميناي. طبعا عندي جيميناي برو. هنختار من الادوات هنا البنانا بتاع انشاء الصور، ونبدا بقى نجرب مع نفسنا كل واحده من الحاجات. اول حاجه هديله سكرين شوت من سي في واقول له يعمل له ايفالويشن. من كام يوم كده قريت على لينكد ان انك ممكن تخلي بنانا موديل يكتب لك انوتيشنز، يعني تديله صوره من السي في بتاعك ويعلمك على الحاجات اللي محتاجه تتظبط والحاجات الكويسه والحاجات اللي محتاجه تتشال، بتبقى شكلها ألذ واسهل بكتير انك تفهمه من التكست. فهنجرب ده دلوقتي مع بعض. طبعا ده سي في قديم من السي فيز بتوعي، بس فانا خدت سكرين شوت من السي في بتاعي القديم وهكتب له البرومبت ده. طبعا هسيب لكم كل البرومبتس في الديسكربشن لو عايزين تجربوا كل اللي هنجربه النهارده. ونقول له شغل يا باشا وورينا ازاي ممكن تتعلم على السي في. صحيح قبل ما يخلص في كورس نزل للاو اس على القناه، وكورس اللارج لانجويج مودلز برضه على القناه. تابعوا الاثنين مفيدين جدا وفيهم معلومات حلوه قوي. فبعد ما تخلص الفيديو ده روحوا بصوا على كورس الاوبريتنج سيستمز وكورس اللارج لانجويج مودلز في القناه، تستفيدوا جدا. وزي ما انتم شايفين ظهر لنا علامات كده معلم بالاحمر على السي في. تعالوا نبص على اللي هو قايله. فهو هنا مثلا جه على جيت هاب قال لك بورتفوليو لينك، معنى كده ان انا مش حاطط اللينك هنا. جه على جزء الجي بي اي وقال لك هايلايت مور، يعني دي حاجه مهمه وضحها اكتر. وجالك عند الاوردز قال لك كويسه بس قول لي الامباكت بتاعها. وجالك هنا على اول 2 بروجكتس انا كاتبهم وقال لك دول مش كويسين، ركز على الريزلتس اللي انت طلعتها مش تقول بس ديسكريبشن للبروجكت. جه هنا علم على تكنيك معين وقال لك ده جود تكنيكال تكنيك اللي هو الهابينج ديستانس تكنيك. وجا على 2 بروجكتس قال لك كومباين دول مع بعض، مفيش داعي انك تكتبهم يعني بشكل مفرط زي ما انا كاتبهم كده. وجاي هنا كاتب نايس اي ار بروجكت على الهيرت فيجواليزر اي ار اب الاوجمانتد رياليتي اب. وهنا بيقول لك سبيسيفاي ويب تكنولوجيز، بس انا كاتبهم اللي هو اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت بايثون. انا مش عارف قصده ايه قوي هنا. هنا بيقول لك فورمات ذس بيتر، الفورمات بتاع الريليفنت كورس ورك مش كويس. وهنا بيقول لك حدد البروفيشنسي بتاعتك في الاوجمانتد رياليتي، ما تكتبش بس ان انت شاطر في الاوجمانتد رياليتي وخلاص. وهنا بيقول لك اديني اكزامبلز اكتر على اللي انت عملته. وهنا بيقول لك اكتب السبسكرايبر كاونت، يعني انا هنا كاتب ان انا كونتنت كريتور على اليوتيوب. بيقول لي اكتب سبسكرايبرز كاونت والفيو كاونت، يعني اديني كوانتيتيز. وانا بيدي لك في الكوكوليكولار اكتيفيتيز بيقول لك جود. فخلاص بيدي لك كريتيكال فيدباك بيقول لك فوكس اون اكشن فيربس اند ميجرابل ريزلتس ان بروجكت، يعني ركز على الحاجات اللي ممكن تتقاس مش بس تقول انت عملت ايه. ظبط الريدابيلتي زي ما هو قال فوق ازاي تظبط الريدابيلتي. وتيلر بروجكت فور سبيسيفيك رولز، يعني لو انت مثلا مقدم على حاجه معينه على مثلا ماشين ليرنينج فظبط البروجكت بحيث انك تعرض بتوع الماشين ليرنينج بس، وهكذا. بصراحه انا مبهور، عجبني قوي الطريقه دي من السي في ومن الفورماتنج. بيسهل جدا انك بدل مثلا ما تديله برومبت ويدي لك كلام تقعد تطبقه، ده شكله ألذ بكتير وممكن يكون مفيد لبعض الناس اكتر. طبعا الكلام مش موضح قوي كل حاجه المفروض يحصل فيها ايه، زي مثلا لما بتديله تكست، لكن هنا برضو ايمج مش هتكون موضحه قوي. بصراحه بقيم التقنيه دي 9 من 10، حلو قوي. وعلى طول نجرب التاسك اللي بعده. حلو قوي. تاني تاسك بقى هجربه ان احنا نشوف قوته قد ايه في ان هو يكتب كلام بلغات مختلفه. فانا كتبت له برومبت ده بقول له جنريت ستون تابلت، زي الحجر كده، حجر رشيد بتاع الموجود عندنا في مصر. فبرضه يعمل حاجه شبهه مكتوب عليه باللغات. اللغه دي غريبه قوي، هي المهم انها لغه قديمه يعني. وبرضه قلت له اكتب بالقبطي واكتب بالعربي. فهنجرب نشوف هو هيأدي كويس في التاسك ده ولا لا. انا بصراحه حاسس ان ممكن ما يأديش كويس، بس خلينا نتاكد ونشوف مع بعض. فحطينا البرومبت وزي ما انتم شايفين عمل لنا جنريشن للصوره اهي. بصراحه شكلها مبهر جدا، بس تعالوا نركز على اللي حاصل. ثانيه واحده، اللغه الاولى دي كانت هيروغليفي؟ يا نهار ابيض وانا ما خدتش بالي. ايوه صح، دي كانت هيروغليفي اللي هي لغه فرعونيه مصريه. حلو قوي. فهو ده بيقول لك تطور اللغات في مصر يعني. اوكي، بالنسبه للفرعوني طبعا يعني ات سيمز ان هو صح، بس انا يعني اعتقد كان عندهم الرموز دي يعني، فان شاء الله يكون صح. تاني حاجه بالنسبه للقبطي، هي برضو الحروف شكلها صح وواضح ان الكتابه كويسه. وبالنسبه للعربي برضو الكاركترز شكلها صح جدا ومكتوبه بشكل صحيح. ريجاردلس ايه هو الكلام المكتوب، اللي احنا ما قلناش اكتب كلام معين، ولكن هو بيرسم الحروف صح. فمعنى كده ان هو كويس جدا. ان مثلا قلنا له اكتب جمله معينه هيعرف يكتبها بشكل صحيح، مش هيهبل او هتلاقي الحروف مش مظبوطه او كده.
ففي التاسك ده بصراحه انا بديله 10 من 10. الصوره حلوه جدا وجميله جدا وفعلا بتورينا تطور اللغه المصريه عبر الاجيال يعني. ودلوقتي نديله التاسك اللي بعده ونشوف هيأدي فيه ازاي. طيب في التاسك اللي بعده بقى هقول له دلوقتي انا شغال على كمبيوتر فيجن بروجكت وعايزك تديني تيست داتا اجرب عليها. فانا عايزك تجنريت تشيكر بورد. تشيكر بورد دي لعبه من الالعاب يعني زي الشطرنج كده، وعايزك تعمل لي فيها ديستورشن معين. عايزك تعمل لي بارل ديستورشن وكروماتيك ابريشن. فدول انواع من انواع الديستورشنز يعني انواع من انواع النويز بيبوظوا الايمجز. وهنشوف دلوقتي هقدر اعمل لي الداتا اللي انا عايزها دي جنريت ايمج فروم سكراتش ويكون فيها نويز ولا لا. عمل لنا هو جنريشن للصوره عشان برضه افهمكم يعني ايه اصلا كروماتيك ابريشن ويعني ايه بارل ديستورشن. بارل ديستورشن ده بيخلي الصوره مش بحالتها الطبيعيه، يعني بيخلي الصوره ممطوطه زي ما ظهر هنا ده، يعني من فوق ومن تحت كده ممطوطه وتحس ان هي عامله زي الصندوق وبرضه باينه من على اليمين والشمال مش فلات على السطح زي ما كنا متوقعين. الكروماتيك ابريشن ده بيخلي الصوره بليري اكتر وبيكوز شويه الوان زي مثلا الازرق والاحمر اللي احنا شايفينهم هنا دول في الايمج. فعشان كده اعتقد الصوره دي اكيوريت بنسبه كبيره جدا يعني. وفعلا هو عمل اللي احنا كنا طالبينه منه، كنا قايلين ان هو يحطها على الراك كده، ففعلا هو حطها على الراك دي اللي هي حاجه شبه مشايه او كده يعني. فاعتقد برضه ده اكيوريت بنسبه كبيره قوي وهديله عليها 10 من 10. طيب طبعا انا دلوقتي بعمل كورسز على القناه هنا، فانا احيانا كتير بحتاج ان هو يعمل لي دايجرامز اشرح عليها. فانا برضه هديله برومت اقول له يعمل لي حاجه معينه تشرح كونسبت في الاو اس اسمه كونتكست سويتشنج. عملنا عنه شورت في القناه ممكن ترجع تبص عليها سريعا كده ولسه هنشرحها اكتر في الكورس قدام. اتفضل يا باشا اعمل لي كونتكست سويتشنج ايمج. طبعا البرومتس كلها زي ما قلت لكم في الديسكربشن موجوده. انا بعت كل مره بس عشان الناس اللي مثلا بتتفرج على جزء معين بس او على تاسك معين بس تكون برضو عارفه يعني، عشان برضو نفهم انا طلبت منه ايه. قلت له يعمل لي تايم لاين، يعني يوريني السي بي يو مثلا قاعد شغال في تاسك معين بعدها يحصل له حاجه فيروح لتاسك تاني يعمله. ده اسمه الكونتكست سويتشنج ويجنريت التايم لاين ده. طب الامانه هي الصوره شكلها حلو قوي لكن الامانه بتلخبط، يعني مش واضح قوي انهي بروسيس شغاله وايه اللي بيحصل فوق وتحت. يعني هنا ثريد 1 وهنا ثريد 1 هنا ثريد 2 هنا ثريد 3 ومش واضح قوي اللي بيحصل صراحه. يعني مش واضح قوي التسلسل بتاع الاحداث، يعني مثلا مش واضح قوي ايه اللي كان شغال الاول. يعني هو هنا مثلا واضح ان ماشي ده رانينج بعدها جه هنا. فهي الصوره دي مش كويسه الصراحه، لكن ممكن نديله اتم تانية ونجرب نغير البرومت شويه. هقول له show only one timeline do not add any threads وبس. هنقول له يعمل كده، يعني هنقول له ما تعملش اكتر من ثريد زي ما هو عامل هنا، عامل ثريد 4 و3 و2 و1. لا هنقول له اعمل ثريد واحد بس وورينا وان تايم لاين بس عشان الموضوع يكون اوضح. ودي عمل لنا الصوره اهو، بس الصراحه هو ما عدلش تقريبا اي حاجه. يعني هو عامل هنا سنجل ثريد اوف اكسكيوشن ماشي هو ده. بصراحه انا مش فاهم ليه هو لسه حاطط الثريد 1 و2 و3 طالما هو عمل بيقول لك ثريد واحد هنا. فالصراحه في التاسك ده هو هيفيل. يعني هو الفيجواليزيشن كويس جدا وفي حاجات كتير صح ولكن هو بيتوه قوي مش بيوضح اللي احنا عايزين نشرحه. فعشان كده هديله 6 من 10 او 5 من 10 في دي. وده يعتبر هو اول تاسك يفيل فيه النهارده في الحلقه ونخش على التاسك اللي بعده. طيب زي ما قلنا له بقى يعمل لنا ايمج فيها نويز، تعالوا نشوف العكس. تعالوا نشوف قدرته ان هو يشيل النويز من الايمجز. هديله 3 صور لسودوكو بازل فيهم بروبلمز. طبعا ده كان واحد من البروجكتس عندنا في الجامعه السمستر اللي فات ان احنا نشيل النويز من الصور دي. خلينا نشوف نانو بنانا هيقدر يشيلها لوحده ولا لا. اكشلي هم 4 صور مش 3 بس. فانا رفعنا له الصور اهم، دول 4 صور لسودوكو بازلز. بعتهم له واقول له ريموف ذا نويز بس. فهقول له شيل النويز من الصور الاربعه دول. تعالوا بس اوريهم لكم بسرعه كده. هي دي الصور الاولى ما فيهاش نويز قوي، ثاني واحده مظلمه شويه، دي منغمشه شويه فيها بلير، وهنا فيها نوع من النويز اسمه ساينسويدال نويز. وهنشوف هو دلوقتي هيبدا يعمل ايه. طيب هو دلوقتي ما عملش جنريشن للصوره بس هو طبع التكست اللي موجود في الصوره. بس هنقول له بقى دلوقتي جنريت ايمجز فيها الكلام ده. هنقول له جنريت فور سودوكو ايمجز having these numbers اللي هو you have already extracted يعني. طيب ادي عمل البازلز اهو زي ما احنا شايفين. دلوقتي ممكن نراجعهم اسرع بكتير بصراحه. فعلا 8 9 1 5 3 8 3 ده تمام شكله صح. 8 6 3 9 4 1 6 8 2 8 7 5 ممتاز. 5 6 6 4 6 7 1 4 3 9 في غلطه عملها في البازل ده. البازل ده فيه غلطه ان احنا 5 6 ماشي 6 4 تمام 6 7 1 4 3 تمام 4 6 8 3 2 4 6 8 3 2 تمام. هنا 2 4 7 3 في 6 هنا هو شفت ال6 دي حطها فوق حطها تحت مش فوق. هنا 5 3 9 4 8 المفروض الخانه دي ما يبقاش فيها حاجه هنا وفوق يبقى فيه 6. هنا 3 0 5 4 2 ومفروض هنا يكون فيه 9 وما حطش ال9 و5 هنا حطها صح. ال4 حط مكانها غلط و6 حط مكانها غلط. يعني هو احيانا بيشفت فالبازر ده هو عمل فيه غلطه
البازل الاخير تعالوا نبص عليه بسرعه اللي هو كان مظلم شويه ده. 4 9 5 2 ده غلط خالص، هو برضو مشفت. هو اصلا عمل الايمج دي ناقصه رو من فوق ورو من تحت، فدي غلط خالص. فتقييمنا للتاسك ده هيكون 6 من 10، ان هو غلط في صورتين. يعني في صوره كان جايب اغلبها، عشان كده هنديله 6 مش 5. فتاني تاسك اعتقد ده فيلد فيه. فحاليا وقبل التو تاسكس الاخيره هو نجح في 3 وفشل في 2. تعالوا نجرب اخر حاجتين في الحلقه واللي يحددوا هو هيكسب معانا النهارده ولا لا. طيب الحاجه اللي قبل الاخيره ان احنا نخليه يشيل باك جراوند. طيب هي دي صورتي، بعيدا عن صورتي يعني وعن الشكل بتاعي ما علينا، بس انا اخترتها لان الباك جراوند دي فيها لعب كتير. فيها اول حاجه اكتر من لون موجود هنا وهنا وهنا وهنا، وفي هنا زي فريم كده وهنا فريم تاني، فممكن تكون صعب عليه شويه. وانا حتى صورتي منغمشه سيكه صغيره، فهنشوف هيعرف يشيلني منها يعني وايزوليت مي ولا لا. ايزوليت، نقول له يعمل باك جراوند بيضه برضه. اوكي هو دلوقتي عمل لي ايزوليشن زي ما انتم شايفين اهو. فعلا هو شالني يعني شالني بشكل كويس جدا، وواضح ان الدنيا هنا تمام. يعني بصوا تعالوا نبص كده مع بعض، الدنيا من فوق كويسه جدا، يعني مفيش مثلا بقايا متبقيه من الباك جراوند او كده. ومن هنا برضو عشان برضو كان في الستاره اللي كانت جنبي دي، فهو صراحه ديد ويل في التاسك ده وشالني بشكل كويس جدا. فهو معنى كده ان في تاسكس الايزوليشن بتاعه البيبل بيكون كويس جدا. فاعتقد هديله في التاسك ده 10 من 10. وكده هو نجح في 4 وفشل في 2. اخر تاسك خالص بقى اقول له جنريت ثامبنيل للفيديو ده اصلا اللي احنا بنعمله، ويشوف هيعمل ثامبنيل شكله عامل ازاي. هقول له في البرومبت اعمل لي ثامبنيل للفيديو ده، بنجرب فيه 7 من الهارد تاسكس للنانو بانانا برو. وهقول له فولو اليوتيوب رولز وخليه كاتشي للايز وكل الكلام ده. فهنشوف دلوقتي هو هيعمل ثامبنيل شكله عامل ازاي. هو لو حلو انا هستخدمه، لو مش كويس مش هستخدمه، فهنشوف يعني. الصراحه هو حلو قوي عجبني، بس مين الراجل اللي هو عمل حطه ده مش انا خالص. اقول له impressive. تعالوا نجرب حاجه تانية. اقول له impressive thing but change this person. فهقول له غير الراجل ده يا عم وحطني انا. هنشوف هيعرف يفهم اللي انا عايزه ولا لا يعني. بصراحه ايه الهبل ده؟ ثانيه هو عمل ايه؟ هو حطني صح بس كمل الصوره بشكل غريب جدا. يعني حط نص صورتي من فوق خلاها ثامب وتحت حطني انا. فالصراحه غريبه قوي، غريبه بصراحه مش فاهمها. هجرب معاه مره كمان. بصراحه حاسه شغال كويس بس فاضل له تكه. اقول له يا عم عدل الهبل اللي انت عامله ده. ظبطها كده دلوقتي زي ما انتم شايفين. هو لذيذ يعني عاجبني بصراحه. انا صراحه عندي تعديلين اخرى على الثامبنيل. يعني هو الثامبنيل هو عامله زي ما احنا عايزينه، وانا هديله 10 من 10 في التاسك ده كده. هعدل عليه تعديلات بسيطه جدا، يعني ممكن اغير اللغه او اشيل العدسه دي عشان شكلها كرنج شويه ما علينا يعني. بس هو كتاسك هو عداه كده. وغالبا هستخدم الثامبنيل ده. شكرا جدا ليكم المشاهده، ما تنسوش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. بصراحه نانو بانانا برو اداه قويه جدا زي ما انتم شايفين. انا حرفيا يعني التاسكس دي كنت بقلب كده شويه الاقيها على لينكد ان، شويه اخليه هو نفسه يقترح عليا تاسكس يعملها، حاجات تيجي في دماغي انا احطها. فدول 7 من التاسكس قويه جدا، وهو عارف يعدي 5 من 7. فالصراحه حلو قوي. بس شكرا جدا ليكم المشاهده، ما تنسوش باللايك والسبسكرايب كومنت شير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.